اللي حصلت مشاده النهارده كانت من اسباب استبعاده من الفريق، ومحمد من اللاعبين المحترمين والمؤدبين، ده يمكن قلته قبل التليفون، ومعانا محمد على التليفون. مساء الخير يا محمد. كابتن زي حضرتك الاخبار؟ ايه يا بطل، عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. ايه اللي حصل يعني؟ مش متعودين منك يعني الموضوع ده. انا لقيت يا كابتن استاذ بس حضرتك تديني وقت. اتفضل انا اتفضل. لقيت بعض المواقع كاتبه حاجات ما حصلتش. يقال يعني انا اللي جالي خبر ان انت دخلت مع دومينيك في مشاده واحمد علي، وبعدين رديت على كابتن عبد الرحيم بشكل غير لائق شويه، فانت وضح لنا. لا يا كابتن، كل الكلام هو ممكن حصل حاجات بس مش بنفس الطريقه اللي الناس قالتها، او مشاده مع احمد علي ومشاده مع دومينيك. لا، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه يا كابتن. هو كان حاجه بسيطه، والموضوع كان في دار التمرين وبتحصل بينه اي اثنين لعيبه، بينه وبين دومينيك وانا وياه. الموضوع انتهى بعد التمرين على طول في اوضه اللبس ومفيش الكلام. لكن لقيت مواقع كاتبه مشاده ومع احمد علي، ما مش عارف. هو المشكله يا كابتن هنا، المشكله مش في الاعلام، المشكله في عندنا احنا في الفرقه اللي احنا ما عندناش سريه. اللي فيه بعض اللعيبه بتوصل الاخبار. انا هقولها بقى هقولها على الهوا لاول مره. مش عاوز اتكلم في الموضوع ده قبل كده، بس هتكلم فيه النهارده. اللي في بعض اللعيبه بتطلع الاخبار في الفرق الصحفيين، وده طبعا انا بقولها على الهوا. عيب اللعيبه كبيره في نادي الزمالك تقول حاجه زي دي، او تطلع اخبار فرقه لاي حد في الصحافه، ده عيب. لعيبه الزمالك زمايلك هم اللي طالعين عليه يعني الخبر ده؟ كابتن، الخبر ده طلع من فرقه. انا اول مره اقول الكلام ده في التلفزيون. الخبر ده طلع من فرقه، وانا بقول للعيبه وبقول للاعيبه نادي الزمالك، بتطلعوا في نادي كبير، بتطلعوا في نادي الزمالك. الصحفيين اللي بيبقوا عايزين ياخدوا خبر بيبقوا عايزين يوقعوا ما بين اللعيبه، مش اكتر ولا اقل، عايزين يوقعوا الفرقه. بس يعني بعض الصحفيين، بلاش كلهم لان كل ايوه انا قلت بعض الصحفيين. تمام. الصحفيين عايزين يوقعوا بقى الفرقه. فانا بقول للعيبه يا ريت يحتفظوا بحاجه، اي حاجه داخل الفرقه يحتفظوا بقى لنفسهم. وفرقه نادي الزمالك هتفضل فرقه قويه ومحدش هيقدر يوقعنا، واللعبه اللي موجوده انا طب انت عندك يا محمد يقين ان هو لعيبه اللي قال كده ممكن يبقى الاعلام برضه شغلته انه يعرف الاخبار، فممكن يبقى عارف من حد تاني مثلا؟ الاعلام مش هيقول تفاصيل. الاعلام ممكن ياخد خبر بس مش هيقول تفاصيل. فانا بقول فرقه نادي الزمالك مش هتقع ومحدش هيقدر يوقعها، واي حد هيلعب الفرقه هتكسب ان شاء الله. بغيري باي حد موجود هيفضل نادي الزمالك اسم كبير. فانا بقول اللعيب اللي هو حاسس اللي هو هيوصل خبر لصحفي، فالصحفي ده هيشيله. مفيش صحفي هيشيل لعيب. اسمك ولعبك وجودك في الملعب هو اللي هيشيلك. فانا بس حبيت اوضح الحته دي يا كابتن، وحبيت اوضح ان انا بحترم اي حد في الجهاز الفني، وبحترم اي حد في الفرقه، والحمد لله طول عمري بحترم اي حد. ان كان حصل حاجه بتحصل في الملعب وبتنتهي بعد الملعب مباشره. بس هتروح الماتش يوم الاثنين يا محمد؟ ان شاء الله موجود في الماتش ان شاء الله يا كابتن، واحتمال ان شاء الله اكون موجود معاهم بكره في العشاء. فانا ما عنديش مشكله في الحته دي خالص يا كابتن. انا بلعب في كيان، وبلعب في كيان محترم جدا، وبلعب في كيان كبير جدا جدا جدا. فلازم الناس تعرف كده، ولازم كل لاعب في الفرقه يعرف اللي هو بيلعب في كيان محترم وكيان كبير، واسمه نادي الزمالك. اسمه اكبر من اي حد فينا كلنا في الفرقه كلها. فيا ريت ان اللعيبه تحس بالحاجه دي، ويا ريت ان شاء الله ان احنا نبارك لهم الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله. وانا حبيت اوضح يا كابتن بس الحته دي للاعيبه نادي الزمالك، مش حد تاني. اللي الناس اللي هتخش منكم عاوزه توقعكم انتم، مش عاوزه توقع حد تاني. تمام. بشكرك يا محمد. انتوا اللي هتتشتموا يا كابتن. انا بشكرك واتمنى يكون اخر حاجه يعني تحصل الموضوع ده، وهي طبعا حاجه صعبه شويه لو انت عندك احساس في حد